المهم فالمتابعين حاولوا يقولوا لها اكتر من فكره وكده، يقولوا لها ما يعني يدعموها، معلش حاولي طب تعملي فيديوهات تاني وبتاع. المهم ابتدت حالتها النفسيه تسوء جدا جدا، ويقال ان هي دخلت مصحة عقلية يعني، مجانين يعني، ومحدش يعرف عنها حاجة واختفت، وكل فيديوهاتها اتمسحت. ودي كانت أسطورة من أساطير الكروشيه على اليوتيوب. أنا لما قعدت بقى سمعت القصة دي أولا اتأثرت جدا جدا. ليه بقى؟ لأنه أنا عارفة. تمام يا حبيبتي. انا عارفه قد ايه الواحد بالذات الشغل اليدوي والحاجات دي بتبقى متعبه، وبالذات الناس اللي بتشتغل هاند ميد. فموضوع ان فيديوهاتها تتمسح كلها من على اليوتيوب وهي شغاله شغل يعني مرجعيه، الناس هتفضل ترجع له آه، على طول بيجيب لها مشاهدات، وعلى طول يعني يعتبر شغلها ده كنز، انه يتمسح دي حاجه كبيره جدا. فانا عايزه اقول لكم ايه، لما قعدت بقى ابحث وكده عرفت ان السوشيال ميديا عموما ليها جانب مظلم. ايه الجانب المظلم ده؟ الضغط النفسي، ان انت اولا ما فيهاش اجازات، يعني ما ينفعش تاخدي اجازه. مثلا انا عيانه دلوقتي مثلا وتعبانه وعندي مشاكل صحيه، ما ينفعش اوقف. لو وقفت خلاص خسرت كل اللي فات، فاهميني؟ وطبعا ولو مزاجك معكر لازم تصوري، لو عندك مشاكل لازم تصوري، لو مش عارفة ايه لازم تصوري. ما عندهمش اجازات، ده غير الضغط والعبء في التنافس، على طول مضغوطة. وانت في اي مجال وعامل حكاية التنافس دي فظيعة، وانك تكوني مميزة في وسط كل الناس دي برضو حاجة صعبة جدا. فهم يعني عارفين اللي بيشتغل عند إدارة ما عندهاش قلب، ده غير بقى يقوم حارق دمك بقى، يقوم موقع لك مثلا ارباح خالص، يقوم مثلا ممكن يديكي مخالفة على حاجة إيه انت مش في دماغك خالص انك عملتيها. فاللي هو ملهاش امان، عارفين؟ فاللي بيدخل فيها وبيعتبرها ان هي مصدر رزق ليه بجد بيعاني جدا، وبيفضل دايما على اعصابه ودايما متوتر ودايما ده، وكل ده بيخلق في الاخر حالة زي اللي وصلت لها تريزا اللي هي بتاعت الكروشيه دي. فناس كتير قوي يعني شفتهم وصلوا للمرحلة دي. ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا جميعا يا رب. يا رب عفوك ورضاك يا كريم. اعملوا لايكات يا جماعة لو سمحت. انتوا ايه رأيكم في فيديو المزرعة اللي لسه نازل ده؟ من امبارح بحاول ادخل اعمل بس من الاستوديو الكبير اللي هو استوديو الداخلي، مش عارفة ابدا. كاميرا الويب مش عايزة تفتح من ساعة ما اللابتوب بتاعي باظ، وانا مش عارفة اشتغل خالص. النهاردة ان شاء الله هنزله ويتصلح بأمر الله، بس يا رب يتصلح على طول بقى.